بزاف ديال الناس كتقول لهم ان شي واحد عنده الفلوس بزاف، كيقول لكم مالو واش عنده مال قارون. فشكون هو قارون؟ فالقصه كتقول ان قارون معروف هو اغنى شخص داز في التاريخ، فلوس كثيره وكثيره بزاف. على هادشي مازال كنضربوا به المثال وكنقولوا واش عندك مال قارون. فالسوارد ديال دوك المخازن اللي مخبي فيهم الثروه ديالو والذهب ديالو كانوا كبارين بزاف وكيهزوهم واحد الجنود اللي صحاحين بزاف. هادو غير السوارد، فما بالك بالمخازن شحال فيهم. واللي معروف ان قارون كان فقير جدا، وربي اللي عطاه هاد الفلوس والجاه كامل، ولكن هو فاش شد هاد الفلوس طغى وما بقاش باغي يدير الخير وما بقاش باغي يصدق. وواحد النهار جاو عنده الناس العاقلين في القوم ديالو وقالوا ليه اعتدل وصدق وتمتع بالمال في الدنيا وما تنساش الاخره، وما تنساش باللي هادشي كامل راه من فضل ديال الله سبحانه وتعالى. كاين قارون نكر النعمه ديال سيدي ربي عليه وقال لهم هاد الثروه باللي هو اللي دارها، وقال انما اوتيته على علم من عندي. وكان ساكن في واحد القصر ديال الذهب كبير فيه 3 ديال الطوابق و336 غرفه، وكان ديما كيتهرب من اداء الزكاه والضرائب اللي مفروضه عليه. وواحد النهار خرج على الناس بكامل الزينه ديالو، مزوق ومذهب وما الى ذلك، وهز مناخرو للسما حيت هو ما كانش كيرضى بالناس العاديين والجنود ديالو دايرين به والحراس. فالناس فاش شافوه تمناو انهم يكون عندهم هذاك المال اللي عند قارون من شده الفقر ديالهم. وداز واحد الوقت وربي خسف به في الارض، يعني هبطوا لقى على الارض هو والثروه ديالو والقصور ديالو، ليكون عبره للناس وباش يكون عبره ان الفلوس ماشي هي الدوام وماشي هي الحياه.